السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أتكلم عن الفضيحة بتاعة ماتش الإسماعيلي وكهرباء الإسماعيلية. الإسماعيلي جاب جونين اتلغوا مع إن هما جونين مليون في المية، جونين ما فيش عليهم غبار. جاب الجون التالت، الحكم اتكسف ما يحسبوش، كان هيعيط وهو بيحسبه والله العظيم، كان هيعيط. كهرباء الإسماعيلية راح متعادل. طبعا الحلاوه يعني ما فيش جون بيتلغي اصلا لاي فرقه ضد الاسماعيلي، يعني حتى لو في بيلعبوا بوكسنج فيه. الاسماعيلي من اول الدوري وهو بيتحارب من الحكام ما فيش حكام في ماتش الاسماعيلي. الحكام خصم للاسماعيلي. الاسماعيلي ما بيلعبش الفرق اللي ضده. الخصم بتاعه مش الفرق، الحكام هي الخصم. يعني الاسماعيلي بيلعب الحكام طول ماتشات الدوري من اول الدوري ده. اي فرقه بتلعب الاسماعيلي بتبقى واثقه ومتاكده مليون في الميه انها مش هتتغلب. استحالة تتغلب حتى لو لعبوا من غير حارس مرمى، ان هم هيلعبوا مينيمم هيتعادلوا. آه المسؤولين عن كرة القدم في مصر بيحاربوا الاسماعيلي من اول السيزون. حتى الموضوع ده وصل للشركة الاماراتية والشركة السعودية، شركة حلول السعودية اللي عايزين يستثمروا في الاسماعيلي، لقوا عراقيل بنت لذينة. فحسوا ان المسؤولين عن الكرة في مصر مش عايزين الاسماعيلي ينهض. ده قرار الدولة ممثلة في المسؤولين الرياضيين عايزاه ينهار وعايزاه ينزل درجة تانية. فانسحبوا مع نفسهم كده، خلاص احنا مش هنصطدم بالدولة، خليها سياسة زي ما هم عايزين يعملوها مسيسة يعني. المسؤولين عن كرة القدم الفسدة في مصر عايزين التورتة الإعلامية تتقسم على الأهلي والزمالك فقط. ليه الإسماعيلي بيتحارب لوحده؟ مش عشان هو سوبرمان، علشان هو الوحيد اللي يقدر يناطح الأهلي والزمالك في الحصول على البطولات وفي المنافسة على البطولات. مفيش فرقة في مصر تقدر تعمل ده، ولا بيراميدز حتى. لو بصينا لجدول الدوري قبل دوري الشركات وبعد دوري الشركات هنلاقي هو نفس الوضع مع اختلاف واحد فقط. شيل الاسماعيلي من مثلث القمة، حط بيراميدز اللا جماهيري في مثلث القمة بس. عشان كده بيحاربوا الاسماعيلي بطريقة مرعبة، عايزين انه ينزل درجة تانية. الاسماعيلي مقدم احتجاجات في اتحاد الكورة، واذا اتحاد الكورة ما وافقش على انه يرجع العدل لمجراه ويدي الاسماعيلي حقه، الاسماعيلي هينسحب من الدوري، قرر ينسحب من الدوري ويشتكي للفيفا. كان زمان الفرق اللي بتشتكي للفيفا وتنسحب من الدوري كانت بتخاف من القرار من السياسيين اللي في الدولة بقى. ليه؟ الأحسن ينزلوهم درجة تانية أو يقولوا لهم خلوا بالكم الفيفا ممكن تنزلكم درجة تانية. كان بيحصل اتصالات يعني. الإسماعيلي كده كده نازل درجة تانية، مش فارق معاه حاجة. يشتكي للفيفا ويفضحهم ويبين لهم إن الكورة عندنا مسيسة في مصر. وبعدين الاستثمار ممنوع في الاسماعيلي ليه؟ الشركه السعوديه تستثمر والاماراتيه تستثمر، العراقيل تطلع والقوانين، مع ان الاهلي مثلا زي الحلاوه العرجاني بيستثمر فيه فله. العرجاني اصلا بيغسل فلوسه عن طريق ياسين منصور. يعني ياسين منصور محطوط كده فسوخه كنائب رئيس علشان العرجاني يعرف يحط الفلوس بتاعته اللي كلنا عارفين مصدرها ايه، يدخلها النادي الاهلي عن طريق ياسين منصور، وياسين منصور يصرفها على الاهلي. بس هي في الحقيقه هو جايبها من العرجاني. ها، لكن بالورقه والقلم او الورق ورقنا، ياسين منصور اللي بيدفع، بس هو ما بيدفعش من جيبه. هو محطوط في نائب كنائب رئيس عشان كده. وبيصرف وقبل كده كان ياسين منصور بيصرف، وقبل كده العرجاني، وقبل كده الخرافي، وقبل كده تركي آل الشيخ. ايه الحلاوه والسكينه اللي في الزبده دي؟ اشمعنى الاسماعيلي لما يجي الشركه الاماراتيه ولا السعوديه، اصل اللوائح، اصل القوانين، هويه الاسماعيلي، النادي، تاريخ النادي، اصل القانون رقم كذا ماده كذا من القانون الرياضه بتقول كذا، ماده كذا من قانون ام لالو بتقول كذا. م? هي حرب على الاسماعيلي. ولازم المسؤولين عن الكوره في مصر يلحقوا الاسماعيلي، لانه لو اترفض الطلب ده والاسماعيلي انسحب من الدوري او نزل وبعد كده نزل درجه تانية، هتقوم ثورة في الإسماعيلية تطالب بإسقاط النظام الكروي في مصر. وهتقول اتحاد الكورة ولجنة ورابطة الأندية ووزير الشباب ارحلوا. ارحل يا اتحاد كورة، وارحل يا رابطة الشباب، يا رابطة الأندية، وارحل يا وزير الشباب.
الاسماعيلي ربنا هيقف معاه ان شاء الله باذن الله، ولان ربنا اقوى من الكل واقوى منكم يا مسؤولين عن الكرة في مصر اللي بتحاربوا الاسماعيلي عشان التورته الاعلاميه الاهتمام بتاعها هيبقى الاهلي والزمالك فقط. ها، والله اكبر وربنا اكبر منكم، وان شاء الله ربنا هينتقم منكم. وسبحان الله، لما الجماهير الاسماعيلي متنكده جماهير الاهلي بتبقى متنكده. الحرب، شوفوا عداله ربنا بقى. اهو الحرب على الاسماعيلي دي، الاهلي برضو خرج من افريقيا بفضيحه من الترجي ونكد على جماهيره في العيد. ها، فاحنا حزنانين كجماهير اسماعيلي، وجماهير الاهلي حزنانه. اظلموا الاسماعيلي، الاهلي برضو هيبقى متنكد. ينكدوا على جماهير الاسماعيلي، جماهير الاهلي هتتنكد. هي ربنا كبير. م. كما تدين تدان. سلام عليكم، ربنا يصلح الحال. مع السلامه.